السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم فيديو جديد من فيديوهات كأس العالم للأندية. النهارده هنتكلم عن دور المجموعات واللي حصل فيه، وهنتكلم برضو عن دور ال 16 واللي هيحصل فيه إن شاء الله. وطبعا في آخر الفيديو هنتوقع إيه اللي هيحصل في دور ال 16 إن شاء الله. طبعا المجموعات شفنا فيها خيبة أمل من الأندية العربية كلها ما عدا طبعا الهلال، ومفاجأة في الأندية البرازيلية لأنها قدرت تحقق حاجات إحنا ما كناش متوقعينها إن الأندية البرازيلية تحققها في دور المجموعات. فعشان ما نطولش كتير ما تنساش اللايك والسبسكرايب، ويلا بينا نبدأ مع المجموعة الأولى. المجموعة الأولى زي ما احنا عارفين كان فيها الأهلي وإنتر ميامي وبالميراس البرازيلي وبورتو. طبعا المجموعة ده ترتيبها النهائي بعد ما بالميراس صعد أول وإنتر ميامي صعدت الثالث، وطبعا الأهلي في المركز الرابع وبورتو في الثالث. طبعا الأهلي احنا شفنا منه أداءات مقرفة نوعا ما، يعني باستثناء الماتش الاخير، والله احنا كنا ممكن نكسب الماتش الاخير برضه، بس شفنا خيبة امل كبيرة جدا من النادي الاهلي. هنشوف بس ماتش سريعا كده في المجموعة ديت ونقول رأينا في الماتش. اول ماتش طبعا معانا كان ماتش الاهلي وانتر ميامي، اللي الاهلي ضيع فرصة الصعود بتاعته وضيع المكسب بتاعه. في الماتش ده الاهلي ضيع كمية فرص غريبة في الشوط الاول. طبعا احنا شفنا في الشوط الثاني في ماتش انتر ميامي والاهلي ان انتر ميامي مسكت كوره، وميسي طبعا شكل تهديد مفيش شك في ده. فميسي كان برضو لما بيلعب بعيدا عن الفرقه اللي حواليه، لان الفرقه اللي حواليه كلها اصلا ما بتلعبش كوره، بس ميسي لما بيمسك الكوره ويقرر ان هو يلعب فبيلعب، لان ميسي يعني احنا معروفه يعني. فبس ميسي كان عامل اداء حلو قوي في الماتش دوت في الشوط الثاني، وشفناه برضه في الماتشات الثانيه كان عامل اداء نوعا ما كويس. بس هنيجي للماتش الثاني اللي بعده اللي هو ماتش بالميراس وبورتو. الماتش ده كان من امتع الماتشات في البطوله. اي نعم هو خلص 0-0، بس حرفيا كانت هجمه هنا هجمه هنا. بورتو وبالميراس الصراحه كانوا عاملين ماتش عالمي. اي نعم التفوق كان لبالميراس، لان بالميراس الصراحه بتلعب كوره حلوه، في نفس الوقت اللعيبه بدنيا كويس. ده بيرجع برضه ان احنا الفرق البرازيليه ده نص الدوري بتاعها، او الفرق اللاتينيه عامه ده احنا بنلعب دلوقتي في نص السيزون بتاعهم. فهم اللعيبه اللعيبه بدنيا كويس جدا، فهتقدر تتغلب عن مثلا الفرق الافريقيه او الفرق الاوروبيه بسبب الحوار ده. ليه؟ لان الفرق الاوروبيه خلاص السيزون بتاعها، وده الفتره اللي هي بتريح فيها دلوقتي، تبقى الماتشات الوديه الخفيفه. لكن الفرق البرازيليه فهي في البيك بتاعها دلوقتي، هي حاليا في نص السيزون وحاليا بتلعب كويس، فاللعيبه الصحه بتاعتها حلوه لغايه دلوقتي. فده كان برضو سبب في تفوق بالميراس على بورتو. في نفس الوقت برضو بالميراس اللعيبه بتاعتها شباب يعتبر. نيجي بقى طبعا للماتش اللي بعده في المجموعه دي، كان بالميراس والاهلي. طبعا شفنا برضو الاهلي بيلعب بطريقه وحشه جدا 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 في الماتش ده. شفنا الاهلي برضو ما بيشكلش خطوره. بالميراس برضو طبعا تفوقت عليه فكسبته 2-0. الماتش اللي بعده اللي هو كانت المفاجاه اصلا ان انتر ميامي تكسب بورتو 2-1. ده كان شيء غريب جدا ان انتر ميامي تكسب بورتو 2-1. كنا متوقعين كلنا ان بورتو بنفس المستوى اللي قدمته في ماتش بالميراس ان هي تكتسح انتر ميامي بمراحل، لان شفنا في ماتش بالميراس ان بورتو كانت بتلعب حلو جدا، فان هي تخسر من انتر ميامي 2-1 دي كانت مفاجاه كبيره جدا. نيجي الماتش اللي بعده اللي هو ماتش انتر ميامي وبالميراس، واللي في نفس الوقت كان بيتلعب ماتش الاهلي وبورتو. الماتشين خلصوا بالتعادل، ماتش بالميراس وانتر ميامي خلص 2-2، وماتش بورتو والاهلي خلص 4-4. طبعا ما شفتش ماتش بالميراس وانتر ميامي، بس طبعا ماتش بالميراس وبورتو خلص 2-2. طبعا كان في فرصه للاهلي ان هو يصعد لو بالميراس كسب بورتو فرق 2 او فرق 1 ايا يكن، يعني كنا هنشوف الحسبه ساعتها، وطبعا ان الاهلي يكسب بورتو. بس طبعا الاهلي ما كسبش بورتو، بس شفنا الاهلي باداء حلو. دي كانت مفاجاه بالنسبه لنا ان احنا نشوف الاهلي باداء حلو، او ده كان المتوقع من الاهلي في الاول اصلا ان احنا نشوفه باداء حلو طول الماتش. هجمات راح، اي نعم في هجمات كتير في الشوط الثاني، حوالي 6 هجمات كانت حرفيا اجوان. كان ممكن الاهلي يضمن الفوز يعني من زمان، بس للاسف ده ما حصلش. فاحنا برضو دي مشكله، ان احنا محتاجين برضو الفينش عند الاهلي يبقى احسن من كده. طبعا هو خرجوا بره البطوله في اخر المجموعه خالص، يعني حاجه في منتهى القرف. وبس ده كان كلامنا عن المجموعه الاولى، اللي طبعا كانت مفاجاه بالنسبه لي وبالنسبه لناس كتير قوي ان انتر ميامي تصعد والاهلي او بورتو ما يصعدوش. يعني انا كنت متوقعها اصلا، لو تشوف فيديو التوقعات ان الاهلي وبورتو هم اللي هيصعدوا، لان متوقع يعني ان الاهلي وبورتو هم يعتبر كانوا احسن فرقتين في المجموعه. بس اللي حصل العكس تماما. اي نعم انا قلت ان بالميراس هتشكل خطوره، بس ما كنتش متوقع انها تشكل خطوره للدرجه يعني. بس ده اللي حصل. فبالميراس وانتر ميامي هم اللي صعدوا في دور
لدور ال 16 من المجموعه الاولى. نيجي للمجموعه الثانيه معانا، وهي كانت المجموعه اللي مكونه من بي اس جي واتلتيكو مدريد وبوتافوجو وسياتل. طبعا المجموعه دي احنا شفنا فيها مفاجاه غير متوقعه تماما، ان بوتافوجو يصعد تاني على حساب اتلتيكو مدريد بعد ما شفنا اداء حلو جدا من بوتافوجو. كانت مفاجاه للمجموعات. طبعا المجموعه ديت كانت ثلاث اول فرق ب6 نقط بس، اللي صعد منهم هم بوتافوجو وبي اس جي. طبعا اتلتيكو مدريد صعدت بسبب تقريبا فرق الاهداف. صراحه انا مش عارف الاولويه في البطوله ديت لفرق الاهداف ولا للمواجهات المباشره ولا لان انا شفت حاجات غريبه في البطوله ديت، بس لغايه دلوقتي انا مش فاهم. فيعني ممكن لو حد فيكم عارف القاعده، بس انا قعدت ادور واشوف ايه القاعده اللي احنا بنمشي بيها، هي المواجهات المباشره، هل فرق الاهداف؟ الصراحه ما قدرتش اوصل لحاجه، لان في المجموعه الاخيره لما الهلال كان كسبان وسالزبورج والريال كانوا متعادلين، فكان الهلال صعد. طب حضرتك كان فرق الاهداف لسالزبورج، معرفش الصراحه، انا معرفش فرق الاهداف ولا المواجهات المباشره، لان خصوصا كانت المواجهات المباشره ساعتها كانوا هما الاثنين متعادلين. انا مش عارف اللي بيحسم الصعود في البطوله ديت. بس نرجع تاني للماتشات بتاعتي. اول ماتش معانا كان اتلتيكو مدريد وبي اس جي. طبعا بي اس جي كسبت اتلتيكو باكتساح 4-0. شفنا برضو ان الماتش كان بيتلعب في وقت بدري جدا، وكان الجو حر واللعيبه مش قادره تجري اصلا ولا تلعب، وبرضه بي اس جي ما كانتش مشاركه بعناصرها الاساسيه في الماتش ده. وشفنا اكتساح برضه، بي اس جي برضه مرشح من المرشحين ان يكسبوا البطوله دي، بس الجانب البدني هيلعب دور في بساطه، يعني ان هو بسبب الجانب البدني دوت ما يكسبش او ما يوصلش للمراحل المتقدمه في البطوله ديت. نيجي للماتش الثاني في المجموعه ديت، كان بين بوتافوجو وسياتل. طبعا بوتافوجو اكتسح سياتل، وشفنا برضه، انا ما شفتش الماتش بس شفت الهايلايتس بتاعته، كان بوتافوجو بيلعب بطريقه كويسه. وبالتالي طبعا فاحنا شفنا اللي حصل بعد كده في المجموعه. بوتافوجو كسب سياتل 2-1. ماشي، سياتل فريق يعني فاهم مش في احسن الحاجات يعني، فعادي، فبوتافوجو كسبه بكل سهوله. بس تعال نروح للماتش اللي بعده. الماتش اللي بعده كان اتلتيكو مدريد وسياتل. اتلتيكو مدريد برضه كان متوقع ان هو يكسب سياتل باكتساح، وبالفعل هو كسبه 3-1. طبعا ماتش مفيش فيه كلام كتير قوي يعني. نروح للماتش اللي بعده اللي هو ماتش بوتافوجو وبي اس جي. طبعا ده الماتش كان مفاجاه، الكل كان متوقع ان بي اس جي هتنزل تكتسح بوتافوجو، بس اللي حصل عكس ده تماما، ان بوتافوجو قدرت تخطف جون، تفضل تدافع بطريقه كويسه طول الماتش، حرفيا قدموا جيم دفاعي بحت. برضه كان بي اس جي بتعمل هجمات كويسه، بس ما قدروش ان هم يسجلوا بيها اي جون ببساطه، لان بوتافوجو لعبوا ماتش عالمي، ماتش تقريبا ماتش عمرهم، الماتش اللي صعدهم اصلا في البطوله دي. ده كان شيء غريب جدا ان بوتافوجو قدرت تكسب بي اس جي، وده كان عكس توقعات الكل. بوتافوجو دي تكسب ماتش اصلا في المجموعات، احنا قلنا ماشي ممكن تكسب ماتش سياتل او تتعادل معاها، بس انها تكسب بي اس جي تالي بعد الماتش ده اصلا كانت هي متصدره المجموعه ب6 نقط وضمنت صعودها، ده كان شيء يعني مفاجاه للكل. هنيجي لاخر ماتشين في المجموعه دي، اللي هو ماتش بي اس جي وسياتل، اللي طبعا بي اس جي كسبت سياتل 2-0 بكل سهوله. ونيجي للماتش الثاني اللي كان هيحسم الصعود بين اتلتيكو مدريد وبوتافوجو. طبعا اتلتيكو مدريد قدرت تخطف جون في الدقائق الاخيره في الماتش دوت وتكسب بوتافوجو 1-0، بس طبعا الجون ده ما كانش كفيل ان هو يصعدها. زي ما احنا شفنا برضو، ما اعرفش بيحسموا الصعود على ايه في البطوله ديت، بس شفنا ان فرق الاهداف هو اللي صعد بوتافوجو لدور ال 16. هنيجي للمجموعه اللي بعدها. نيجي للمجموعه اللي بعدها اللي كان فيها بايرن ميونخ وبنفيكا وبوكا جونيور واوكلاند سيتي. طبعا اوكلاند سيتي كان كله متوقع ان هو يبقى حصاد المجموعه، فده كان شيء متوقع وفعلا ده اللي حصل. هنيجي برضو للفرق الثانيه. اول ماتش معانا في المجموعه ديت كان بين اوكلاند وبايرن ميونخ. طبعا اوكلاند خد 10-0 مستريح، وزي ما انت شفتوا في الايام اللي فاتت ان بيقول لك ان لعيبه اوكلاند سيتي اصلا ان كرة القدم ديت مش مهنتهم الأساسية، أو إن هم بيشتغلوا شغلانات تانية برضه بجانب كرة القدم، لأن كرة القدم ما بتدخلهمش دخل والحاجات الجميلة اللي احنا شفناها ديت. بس يعني تمام، اوكلاند سيتي المفروض في القارة بتاعته إن هو واخد أعلى بطولات والحاجات الكلام الجميل ده، بس شفناه في البطوله قدم اداء زي الزفت. نيجي للماتش اللي بعده اللي هو كان بوكا جونيور وبنفيكا. الماتش ده كان من الماتشات الكويسه برضه في البطوله، هجمه هنا هجمه هنا، كان ماتش سخن جدا. تالي خلص 2-2. طبعا ده كان نتيجه عادله جدا في الماتش ده ان هو يخلص 2-2، كان من الماتشات الحلوه جدا في البطوله دي. كده احنا ندخل للماتش الثالث. الماتش الثالث كان بين بايرن ميونخ وبوكا جونيور. طبعا بايرن ميونخ قدر ان هو يكسب بوكا جونيور ويضمن الصعود بتاعه، كان شيء متوقع جدا ان هو بايرن ميونخ يصعد، وده اللي حصل فعلا. نيجي للماتش الرابع اللي هو كان بين اوكلاند وبوكا جونيور. بوكا جونيور الصراحه يعني انا مش فاهم ازاي تعادل في الماتش دوت وتعادل مع اوكلاند، بس اوكلاند يعني تمام، انا ما شفتش الماتش بس يعني
ازاي ان هو يتعادل؟ انا ما فهمتش الموضوع ده. المفروض يعني كان بوكا جونيور يكتسح اوكلاند، لان بوكا جونيور برضه فريق تقيل وبيلعب كرة كويسة، بس ده اللي حصل. وطبعا نيجي للماتش الاخير اللي هو كان بين بنفيكا وبايرن ميونخ، ده اللي كان هيحسم الصعود، مين اللي هيصعد اول ومين اللي هيصعد تاني. شفنا بايرن ميونخ بتضيع كور كتيرة جدا وكور كانت اجوان، شفنا فرصة ثانية، شفنا فرص تانية برضو كتير. حقيقي انا ما فهمتش ازاي خسروا، بس بنفيكا قدرت تقدم ماتش عالمي وقدرت ان هي تصعد اول. نيجي للمجموعة الرابعة معانا، صعد فيها اول فلامينجو، ودي كانت مفاجأة كبيرة جدا ان هو يصعد اول على حساب تشيلسي. وطبعا التاني اللي صعد تشيلسي. شفنا طبعا الترجي التونسي قدم بطولة حلوة برضه، بس للأسف ما صعدش، وال اي جالاكسي اللي حصلت المجموعة. أول ماتش معانا في البطولة دي كان بين تشيلسي وال اي جالاكسي. طبعا تشيلسي قدرت إنها تكسب بكل سهولة في الماتش دوت، وأي نعم ماشي، هنقول إن أنا ماشي تشيلسي مش في أحسن أحوالها وكل الحاجات ديت، بس قدرت تكسب وقدرت تخطف الثلاث نقط بتاعة الماتش. نيجي للماتش اللي بعده اللي كان بين الترجي التونسي وفلامينجو البرازيلي. طبعا فلامينجو قدم لغايه دلوقتي بطوله كويسه جدا، وبالفعل قدر يكسب الترجي 2-0، وده كان شيء متوقع نوعا ما. بس احنا قلنا ايه، كنا متعشمين ان الترجي يقدم اداء احسن من كده وان هو يقدر يخطف الصعود، بس فلامينجو كسب. نيجي للماتش اللي بعده واللي كان من امتع الماتشات اللي انا شفتها في البطوله ديت، هو ماتش فلامينجو وتشيلسي. تشيلسي جاب الجون الاول، فضل محافظ على النتيجه لحد الشوط الثاني، لحد ما فلامينجو جاب 3 اجوان ورا بعض. طبعا دي كانت مفاجاه كبيره جدا ان تشيلسي يخسر من فلامينجو، ده كان شيء غير متوقع تماما. بس فلامينجو قدموا ماتش عالمي، قدروا يكسبوا فعلا. كان الماتش اللي بعده كان الترجي وال اي جالاكسي. طبعا الماتش دوت قدر الترجي ان هو يكسب، وده كان شيء كويس جدا. كان في امل ان هم يصعدوا، بس طبعا كان اخر ماتش معاهم قدام تشيلسي. طبعا للاسف يعني متوقع جدا ان تشيلسي هتكسب الترجي، وده بالفعل اللي حصل وكسبوا 3-0. اما فلامينجو الاي جالاكسي اتعادلوا، وبالتالي فلامينجو يصعد اول المجموعه بسبع نقط، تشيلسي تصعد ثاني المجموعه بست نقط. المجموعه اللي بعدها اللي فيها انتر ميلان وريفر بليت وارووا اللي هو الياباني دوت ولا الكوري ايا يكن يعني، ومونتير. شفنا في اول ماتش في المجموعه ان ريفر بليت قدرت تكسب اوروا دوت بنتيجه 3-1. طبعا هنخش الماتش وهنروح للماتش اللي بعده لان انا ما عنديش كلام عن الماتش ده. نيجي للماتش اللي بعده اللي هي كانت مفاجاه، ان انتر ميلان تعادل مع مونتيري. ده كان شيء مفاجاه الصراحه، كنا كلنا متوقعين ان انتر ميلان تكسب مونتيري. حصل شيء غريب ان هم تعادلوا اصلا في اول ماتش ليهم، وده كان اداء مش حلو اصلا في اول ماتش. اللي اتفرج على الماتش او اتفرج على الهايلايتس بتاعته هيشوف ان انتر ميلان ما كانتش مقدمه ماتش حلو اصلا. ده كان متوقع بالنسبه للاداء اللي هي كانت بتلعب بيه في الماتش. نيجي نروح للماتش اللي بعده اللي هو انتر ميلان وارو. طبعا كان متوقع ان انتر ميلان تكسب، وده اللي حصل فعلا، ان انتر ميلان كسبت 2-1. بس برضه ما كانش مقدمه اداء كويس اصلا ان هي تكسب او ان هي تصعد يعني، بس عشان المجموعه سهله بالنسبه لها فهي قدرت تصعد بسبب الموضوع ده. غير كده فهي ما قدمتش لغايه دلوقتي ماتشات كويسه ان هي تستاهل ان هي تبقى موجوده في البطوله اصلا. ما توقعش ان هي هتكمل اصلا في البطوله بالمنظر اللي احنا شايفينه منها. وبعد كده ريفر بليت اتعادلت مع مونتير، كده 4 نقط لكل فريق من ريفر بليت وانتر ميلان. هنيجي لاخر ماتشات المجموعه دي بين انتر ميلان وريفر بليت ومونتيري واوروا. طبعا مونتيري كان مطلوب منه ان هو يكسب الماتش ده باي نتيجه او بفريق حلو في النتائج، وده اللي عمله فعلا وكسب 4-0 عشان يصعد. طبعا في الناحيه الثانيه كان عندنا انتر ميلان وريفر بليت. انتر ميلان وريفر بليت لو كانوا تعادلوا كنا هنخش في حسبه مين اللي هيصعد ما بين مونتيري وما بين ريفر بليت، كان تقريبا كلهم هيبقوا 5 نقط. بس اللي حصل ان مونتيري كسب 4-0 وريفر بليت خسرت 2-0 من انتر ميلان، وده بالتالي بيصعد انتر ميلان كاول مجموعه ومونتيري كتاني في المجموعه دي. طبعا الانديه الامريكا الجنوبيه والامريكا الشماليه او الامريكتين يعني، في الانديه الاثنين دول قدموا بطوله لغايه دلوقتي كويسه جدا جدا، غير متوقع منهم وغير اصلا كان مطلوب منهم ان هم يصعدوا في الحاجات ديت او يقدموا بطوله كويسه. بس بالعكس تماما هم مقدمين بطوله لغايه دلوقتي كويسه جدا. نيجي للمجموعه السادسه اللي كان فيها فلومينيزي ودورتموند وصن داونز واوسلان الشرق اسيوي اللي هو كوري بقى شمالي، اي بتاع من الحاجات دي. المهم نيجي لاول ماتش في المجموعه اللي كان بين دورتموند وفلومينيزي. طبعا الماتش دوت احنا كنا متوقعين جدا دورتموند كان هي اللي تكسب، طبيعي يعني ان تكسب، بس فلومينيزي نيجي للماتش اللي هو صن داونز واولسان الكوري ولا الياباني ولا اي بتاع دوت. طبعا الماتش خلص لصالح صن داونز 1-0. شفنا اداء كويس من صن داونز. لغايه دلوقتي الفرق الافريقيه في المجموعات ما قدمتش حاجه، بس سان داونز قدر يكسب اول ماتش ليه في المجموعات، وده طبعا بيسهل المهم عليه ان هو يصعد بعد كده. فهنيجي للماتش اللي بعده اللي كان بين دورتموند وسان داونز. طبعا كان ماتش كويس، بس دورتموند قدرت تكسب
الماتش طبعا كان ماتش رايح جاي، وكان ماتش فيه فرص سان داونز اصلا تتعادل مع دورتموند. شفنا ان دورتموند في الاخر كسبت برضه. الماتش اللي بعده الفلومينيسي واولسان، طبعا فلومينيسي كسب 4-2، ده كان المتوقع جدا لان اولسان اصلا احنا مش متوقعين منها ان هي تعمل حاجه حلوه في البطوله دي، بس في نفس الوقت هي قدرت تلعب ماتشات كويسه لغايه دلوقتي. طبعا نيجي لاخر ماتشين في المجموعه بين دورتموند واولسان، دورتموند قدرت تكسب 1-0 وبالتالي تصعد كاول المجموعه. وكان عندنا الماتش بين فلومينيسي وصن داونز. طبعا صن داونز كان محتاجه ان هي تكسب باي نتيجه في الماتش ده، بس بالتالي اللي حصل ان صن داونز وفلومينيسي الاثنين اتعادلوا، وبالتالي فلومينيسي يصعد كتاني مجموعه. نيجي للمجموعه السبعه، المجموعه اللي كان فيها مانشستر سيتي ويوفي والعين الاماراتي والوداد المغربي. طبعا اللي احنا كنا متوقعينه في بدايه البطوله ان يوفي والسيتي كانوا هما الاثنين اللي يصعدوا. فعلا السيتي تصعد اول واليوفي يصعد تاني المجموعه، بعد ما شفنا الماتشات والفرق العربيه اللي قدمت اداءات مش احسن حاجه لغايه دلوقتي. برضه المجموعه اللي بعدها اللي كان فيها الهلال، كان فيها ريال مدريد، وكان فيها سالزبورج، وكان فيها باتشو. طبعا اللي احنا كنا متوقعينه قبل بدايه البطوله فعلا الهلال والريال هما اللي هيصعدوا، بالفعل هما اللي صعدوا في المجموعه دي. بس نيجي لاول ماتش عندنا بين الهلال والريال، الماتش كان تعادل. الريال ما قدمش برضه الاداءات احنا كنا متوقعينها من تشافي بالونسو، بس برضه شفنا شكل جديد في اللعب، وده كان حاجه كويسه جدا للريال. شفنا برضه على الناحيه الثانيه الهلال برضه قدمت اداءات كويسه. بس تعالوا نروح للماتشات اللي بعدها. سالزبورج طبعا كسبت اول ماتش ليها قدام باتشوكا 2-1، فبالتالي سالزبورج معاها 3 نقط، والريال والهلال معاهم نقطة واحدة لكل فريق. نيجي للماتش اللي بعده اللي هو ماتش باتشوكا والريال. الريال قدر يكسب باتشوكا 3-1. نعم باتشوكا كان فريق رخم في الملعب، وقدرنا نشوف ان في رخامة، بس الريال قدر يكسب 3-1 في الماتش ده، وبالتالي شبه يضمن الصعود بتاعه. بس مستنيين اخر ماتش ليه الهلال وسالزبورج. الهلال طبعا كان محتاج يكسب باي طريقه من الطرق عشان يضمن ان هو ماشي على الطريق كويس وماشي ان هو على الصعود. بس الهلال يتعادل مع سالزبورج وكده الهلال معاه نقطتين، سالزبورج معاه 4 والريال معاه 4، كده الهلال لغايه دلوقتي ما هو الصاعد. بس شفنا الهلال في اخر ماتش قدر يكسب باتشوكا 2-0. طبعا الماتش كان متقفل على الهلال، باتشوكا كان عامل جيم كويس جدا وهجمات منه كانت خطيره، كانت ممكن اصلا تطلع الهلال من المنافسه، بس الهلال قدر يكسب 2-0. وشفنا برضو الريال كسب 3-0 على سالزبورج. طبعا شفنا اداءات كويسه جدا من اللعيبه، وشكل اللعب اتحسن في الريال جدا بعد تشابي الونسو. لغايه دلوقتي طبعا احنا متوقعين اكتر من كده، بس الريال فعليا شكل اللعب بتاعه اتحسن. فبس دي المجموعات ودول اللي صعدوا منها. تعالوا بقى نروح على دور ال 16 وتوقعاتنا لدور ال 16 واللي هيحصل فيه ان شاء الله. اول ماتش في دور ال 16 اللي هو بين بالميراس وبوتافوجو. طبعا الماتش دوت متكافئ الفرص جدا جدا جدا. طبعا بالميراس قدرت ان هي تصعد اول مجموعه، وبالتالي هتقابل بوتافوجو. طبعا بوتافوجو اللي فاجئتنا في المجموعات، فعلا كان بالميراس كان ممكن يلعب اتلتيكو مدريد، ده كان هيبقى ماتش في صالح اتلتيكو مدريد، بس دلوقتي احنا هنشوف ماتش متكافئ الفرص بين بوتافوجو وبالميراس. بس اللي انا هتوقعه طبعا بالاداء اللي انا شفته من بوتافوجو واللي شفته من بالميراس ان بالميراس هي اللي هتصعد. نروح للماتش اللي بعده اللي هو تشيلسي وبنفيكا. شايفين بنفيكا مقدمه اداء كويس وكسبت البايرن 1-0 وقدرت ان هي تصعد كاول المجموعه، بس برضه شايفين ان تشيلسي في فتره تخبطات واحنا مش قادرين نحدد لها ملامح لغايه دلوقتي. اللي هيصعد في الماتش ده على حسب توقعي ورأيي هو تشيلسي، لان تشيلسي طبعا هو المتوقع ان هو يصعد. اي نعم الفريق مش في احسن احواله دلوقتي، بس اعتقد ان هو هيكسب بنفيكا مش بكل سهوله، بس هيكسب بنفيكا. هنروح للماتش اللي بعده وهو ماتش بي اس جي وانتر ميامي. طبعا من غير ما اتكلم بي اس جي هي اللي هتصعد، بس في نفس الوقت ميسي لو قدم اداء زي ما شفناه في اول ماتش للاهلي او قدم الاداءات اللي كان بيعملها في طول المجموعات، فممكن يشكل خطوره على بي اس جي كبيره جدا. بس في نفس الوقت بقيه الفرقه ما هياش مساعده الموضوع ده، بالتالي اللي هيحصل ان بي اس جي هتكسب وهتصعد للدور اللي بعده. نروح لماتش بايرن وفلامينجو. بايرن بعد ما خسرت من بنفيكا 1-0 في المجموعات في اخر ماتش ليها هتحب انها ترجع تقدم اداءات احسن، وفلامينجو طبعا شفناها في اداءات كويسه جدا في دور المجموعات، بس طبعا الكفه هتروح للبايرن وبايرن هو اللي هيصعد لدور الثمانيه. نيجي للماتش اللي بعده اللي هو انتر ميلان وفلومينيزي. ماشي انتر ميلان مش في احسن احوالها، وفلومينيزي مقدمه اداءات كويسه في المجموعات برضه، فاللي انا هتوقعه ان هو يصعد للدور الثمانيه في الماتش دوت وهو فلومينيزي، لان انا مش شايف ان انتر قادره ان هي تكمل في المجموعات بالماتشات اللي احنا شفناها والاداءات اللي احنا شفناها من انتر. فده اول توقع عكس التوقعات المفروض، او على عكس المنطق اللي بيقول ان انتر ميلان هتكسب، بس انا بقول ان فلومينيزي هي اللي هتصعد لدور الثمانيه في الماتش ده. نيجي للماتش اللي بعده السيتي والهلال.
طبعا يعني انت شايف ان الهلال ما قدمتش اداءات كويسه في المجموعات لغايه دلوقتي، حتى وان كسبت اخر ماتش ليها اللي صعدها، بس في نفس الوقت كانت باتشوكا كانت قادره ان هي تتعادل في الماتش دوت والهلال ما يصعدش اصلا. فبالتالي احنا شايفين السيتي متوقعه جدا للسيتي، فالسيتي هيصعد لدور الثمانيه. تروح لماتش ريال واليوفي، ماتش من الكلاسيكيات بتاع دوري الابطال اللي شفناها في الفترات اللي فاتت. طبعا الريال كان بيكسب يوفي، بس اليوفي طبعا مش زي الفتره بتاعت زمان دي. اليوفي مش في احسن احواله دلوقتي، طبعا شفنا منه اداءات كويسه لغايه دلوقتي، بس الفرقه اللي كان بيلعبها ما كانتش احسن حاجه. شفناه في ماتش السيتي خسر اهوت، وكان طبعا القلب والعالي بيقول الريال هو اللي هيصعد. نروح لاخر ماتش معانا في دور ال 16 وهو بين مونتيري ودورتموند. اتوقع ان دورتموند تصعد، ومونتيري برضه كانت مقدمه اداءات كويسه في المجموعات، ودورتموند مش في احسن احوالها برضه، بس في نفس الوقت قدرت ان هي تصعد وقدرت ان هي تقدم ماتشات كويسه لغايه دلوقتي. اللي هيصعد في الماتش دوت وهو دورتموند. وبكده نكون خلصنا توقعاتنا لدور ال 16 في بطولة كأس العالم للأندية. أتمنى طبعا التوقعات بتاعت المجموعات اللي أنا توقعتها اللي معظمها طلع غلط أصلا ما يتكررش في دور ال 16 وتوقعاتي تطلع غلط برضه، بس دي توقعات وده بالمنطق والأداءات اللي احنا شفناها في البطولة لغاية دلوقتي. دي الفرق اللي هتصعد معانا لدور الثمانية. فبس عزيزي المشاهد، ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتقول لنا رأيك في الفيديو ورأيك في التوقعات اللي أنا توقعتها في الكومنتات، وأشوفكم في فيديوهات تانية إن شاء الله. سلام.